بس خلاص خلاص. مش عايزاه ولا عايزاه؟ لا خلاص كده. تعالي شوفي كده، بصي. ايوه كده احلى من البتاع. تمام. مساء الخير. مساء الخير عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. انا عايزاكم تجمعوا عشان انا عايزه اتكلم معاكم. اولا عايزه اقول لكم، مش عارفه والله ابدا منين ومش عارفه اقول ايه، بس عايزه اقول لكم ان انا بجد مبسوطه قوي باللي حصل لي ده. انا مبسوطه جدا وفرحانه جدا جدا، عشان قد ايه ظهر لي الناس الجميله اللي بتحبني فعلا من قلبها. يعني بجد بجد ساعات كده بيبقى فيه ابتلاء، هو بيبسطنا مش بيفرحنا، بيبسطنا عشان يظهر لنا الناس الجميلة اللي في حياتنا، الناس الحلوة اللي بتحبنا من قلبها. انا بشكركم جدا. انا ترددت كتير اطلع اللايف ده، بس لما لقيت ان في رسائل كتير جدا، مكالمات كتير جدا، الناس قلقانه قوي، عايزين هيتجننوا ويطمنوا عليا، قلت لا والله اطلع لهم بقى اللايف. اولا اسلم عليكم. حته ان انا اشكركم دي انا مش عارفه اقول ايه، يعني انا مش عارفه اشكر اقول ايه، لان كلمه شكر دي قليله جدا 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 عليكم وعلى كل الناس اللي قريبين مني في حياتي. هيكون كلمة شكرا دي قليلة جدا جدا جدا. اولا انا عملت عملية، وهقول لكم كده، مش عايزة بس اطول عليكم، هقول لكم اللي حصل لي كده سريعا. قبل اي حاجة انا سنجل، مش متجوزة. تمام، انا مش متجوزة، عشان انا لما نزلت الفيديو لقيت في ناس عمالين يكتبوا والله الراجل هو اللي بيهد الست، تلاقي جوزها هو اللي هدها وخلاها تتعب وتعمل عمل. جوز ايه؟ اولا انا مش متجوزه، تمام، انا حاليا مش متجوزه. فيا جماعه والله ابدا ولا اي حاجه من الحاجات دي. كل الحكايه ان انا وزني نزل سريعا زي ما انتوا شفتوا. نتيجه الوزن اللي نزل اتكونت عندي حصاوي على المرارة كتير جدا 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 بشكل مبالغ فيه. كل ده وانا متعايشة، انا متعايشة وعايشة وزي الفل، وبروح وباجي وباكل وبشرب وبطلع فيديوهات وعايشة حياتي وبروح هنا وهنا والدنيا جميلة. فقاعدة من حوالي 3 ايام كده، قاعدة في اوضتي على سريري بتفرج على التلفزيون بتاعي، ف جالي كده وجع لا يحتمل. بعيد عنكم يا رب يا رب يا رب يا رب، ولا عدو ولا حبيب يشوفها. هنا وهنا ومسمع هنا وبيسمع ورا. عارفين طلق الولادة؟ انا كأني باخد طلق ولادة، والله كأني طلق ولادة مش طبيعي. فانا من كتر الوجع مش عارفه اعيط، يعني ولا عارفه اعيط ولا عارفه اصوت ولا عارفه انده على حد من البيت عندي ولا عارفه اعمل اي حاجه. مش عارفه حتى اقول مش عارفه اتوجع، يعني اعبر عن وجعي. مش عارفه. الوجع ده مش اول مره يجيلي، اتردد لي كتير جدا. يعني الوجع ده بقاله فتره كبيره بيتردد عليا. كل ما بيجي يوجعني اخد المسكن واحس ان انا تمام، خلاص كده ابقى انا كويسه، ولا بروح اكشف ولا بهتم ولا اي حاجه خالص. المهم فجيت
ندهت على ابني خالد بصوت واطي، هو مش سامعني. قعدت اتسحب واحده واحده، خبطت على اوضته، فتح لي لقاني في حاله لا يرثى لها. طبعا الولد اتخض، فضل يعيط، جري بيا على المستشفى. طب اروح فين؟ طب اروح بيكي فين؟ طب نروح فين؟ نعمل ايه في الوقت ده؟ طبعا ولا في وقت بقى نتصل بحد يجينا ولا اي حاجه، يعني اللي هو احنا تايهين اصلا من الوجع اللي انا فيه، مش عارفه اعمل ايه. المهم اخدني ورحنا مستشفى هنا في الشيخ زايد قريبه مننا. قالوا لي احنا مش هنعرف نعمل لك حاجه غير ان احنا هنديكي حقنه مسكن عقبال ما تروحي بكره تكشفي، علشان خاطر احنا مش عارفين ايه اللي عند حضرتك يعني. طب تمام، ادوني حقنه مسكن. اخدت الحقنه المسكن، وبعيد عنكم الدنيا اسودت في عينيا. لقيت وجع اكتر من الاول، يعني وجع اكتر لا يحتمل، وجع صعب صعب. طب يا رب اعمل ايه؟ روحت البيت وانا بتوجع وتعبانه، مش قادره مش قادره مش قادره. رحت رايحه مكان تاني، مستشفى تاني، عملوا معايا نفس الحكايه، ادوني نوع حقنه تاني مسكنه. طيب ما عملتش حاجه، وبرضو الوجع، مش قادره مش قادره، تعبانه. انا بقى قبل ما اتعب كده، قبلها ب3 ايام، كنت حاجزه عند دكتور اسمه حسام، حد محترم قوي، اصحابي قالوا لي عليه، عشان انا كنت حاسه بالوجع ده زي ما بقول لكم بقالي فتره. فانا اوريدي اصلا كنت كاشفه، بس انا مستنيه نتيجه التحاليل. فطبعا قبل ما تطلع نتيجه التحاليل حسيت بقى بالوجع ده، ورحت هنا وهنا خدت مسكنات. جيت بقى الساعه 7 الصبح، اتصلت بالدكتور لانه كان مديني رقمه الشخصي، وقال لي اتصلي بيا لو في اي حاجه معاكي يعني. فانا اتصلت بيه 7 الصبح على اساس اقول له دكتور انا بموت وتعبانه مش عارفه اعمل ايه. طبعا هو نايم، فاكيد ما ردش عليا. فضلت قاعده اتألم واتقطع لحد الساعه 11 وانا بموت بموت حقيقي، يعني ربنا ما يوريها لحد. طب اعمل ايه يا ربي؟ اسوي ايه؟ مش عارفه. جيت الساعه 11 اتصلت بالعياده بتاعه الدكتور اللي انا كاشفه عنده، قلت لهم انا تعبانه قوي، خلوا الدكتور يكلمني ضروري، انا عماله ابعت له وهو مش بيرد. اتصلوا بيه قالوا له هيام محمود اتصلت، هو عارفني يعني، حد محترم جدا. فالمهم راح قال هيام محمود تعبانه، وحضرتك هي هتيجي دلوقتي المستشفى وعايزاك تكون موجود، وحصل معاها كذا كذا. الدكتور جالي مخصوص، انا مش عارفه اشكره ازاي يعني. الدكتور ده انا مهما اشكره انا مش هوفيه بجد حقه على اللي هو عمله معايا. جالي مخصوص المكان، العياده بتاعته في الدقي، انا كنت كاشفه عنده في الفرع اللي في زايد. فلما حصل اللي حصل لي جالي بقى الدقي. اول ما شافني قال لي احنا علقوا لي محاليل عشان الالم يتسكن. هديت شويه شويه وراح عامل لي تحليل دم. قال لي احنا هنعمل تحليل وهنشوف الحصاوي نزلت في القناه المراريه ولا حصل ايه، عشان لو نزلت في القناه المراريه هنعمل منظار ضروري دلوقتي. قلت له دلوقتي عمليه؟ قال لي ايوه دلوقتي، لو طلعت نزلت في القناه المراريه عشان ده خطر عليكي. طيب ماشي تمام. عملوا لي التحليل وبالفعل طلع ان الحصاوي نزلت في القناه المراريه. يا ريت لو حد مر بالتجربه دي طمني، عشان انا جبانه، انا جبانه جدا وخوافه، والوهم واخدني، والشيطان عمال يلعب بدماغي بقى ان انا مش هعيش، وان انا هتكل على الله. بصوا دماغي مش بتفكر في حاجه غير في كده. المهم بقى يا بنات، فانا ايه، اتكلت على الله وعملت العمليه. طيب احنا شلنا الحصاوي، المراره نفسها بقى ايه وضعها؟ الدكتور طبعا بعد ما عمل لي المنظار روحت البيت طبعا مع الادويه وكده. الحمد لله في تحسن زي ما انتم شايفين، احسن الحمد لله. بس طبعا المراره بقى اللي هي اصلا المراره نفسها هتتشال امتى؟ المفروض ان انا دلوقتي عملت تحاليل جديده امبارح واشاعات، المفروض ان هي هتطلع بكره ان شاء الله، وهوديها بقى للدكتور
وهيحدد لي بقى عملية المرارة. هعملها بالليزر. هو طمني، يعني هو الدكتور طمني وقال لي ما تقلقيش، مفيش اي حاجة يعني كبيرة قوي ولا حاجة وحشة قوي، ان شاء الله هتعملي المرارة. فالمنظار اللي مخوفني بقى ان انا عملت عملية منظار، اخش عملية تاني مرارة. بس عايزة اقول لكم الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، انا راضية، بحمد ربنا ان هي جت على قد كده. اللي مر بالتجربة دي يا ريت يعرفني ويقول لي، عشان انا اختكم يعني اجبن خلق الله في حتة الدكاترة والادوية والحقن. يعني انا عايزة اقول لكم، انا مجرد ما شفت الكانولا، انا لسه شايلاها امبارح بالليل لاني كنت باخد فيها ادوية. انا مجرد بس ما بشوف الكانولا دي انا بيغمى عليا، انا بموت. فاختكم يعني جبانة جدا، بخاف جدا جدا من الادوية، ماليش في الدكاترة اصلا. بس انا طبعا من خلال، بقولك ايه، ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. هي انا مقدرة حبكم والله وخوفكم عليا، ربنا ما يحرمني منكم. طبعا لسه، طبعا انا تعبانة، لسه في ألم هنا كده، هنا كده، بس يعني ان شاء الله انا متفائلة ان انا عمري الشقي بقى، ان شاء الله عمري الشقي بقى، ان شاء الله، ان شاء الله هتعدي على خير، وانا متفائلة خير، وان شاء الله هبقى كويسة. بس انا عايزة اقول لكم ان انا والله 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 قسما بالله انا فرحانة قوي 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 ان انا حصل لي كده. عارفين ليه؟ عشان اللي حصل لي ده كشف لي ناس، للاسف الناس دي انا ما كنتش اعرف ان هي جميلة قوي كده، ما كنتش اعرف ان هي بتحبني قوي كده. انا اول ما قلت نزلت بوست ان انا هعمل عملية، انا لقيت فيه فلوس عمالة تتحولي على انستا باي لا تعد ولا تحصى. مش ناس بقى اللي هي طب انت محتاجة فلوس، طب انت عايزة فلوس، انا لقيت في ناس بتبعت الفلوس، انا لقيت الفلوس نازلة على حسابي زي الرز، ويسيبوا لي يعني يبعتوا الفلوس ويسيبوا لي رسالة على الواتس، خلي بالك من نفسك انت فين اللوكيشن. ولقيت كم ناس حواليا، انا ما كنتش متخيلة ان انا ممكن لما يحصل لي حاجة زي كده يعني الاقي نفسي محبوبة كده والناس بتحبني كده. ده انا عايزة اقول لكم ان فيهم ناس انا مقطعاهم، هقول لكم ايه، مدياهم على وشهم. يعني انا كمان الناس اللي كانت عماله تحول لي فلوس دي واللي وقفت جنبي دي، الناس دي مش معنى كده ان انا ظلماهم، لا، يعني بيني وبينهم خصام. انا لقيت الناس دي بتحبني حب وشايله لي مواقف وواقفين جنبي، وانا بجد مش متخيله حقيقي بجد. يعني حقيقي ان الواحد يكون جنبه ناس جميله قوي بالشكل ده. يعني هنا بقى بيقولك ايه، بيقولك يعني تسلم الشدة، يعني بيقولك هنا تسلم الشدة اللي بتبين معادن الناس الأصيلة، الناس اللي كلت معاكي عيش وملح، الناس الجميلة المحترمة اللي كلت من ايديكي وصانت اللقمة اللي انت قدمتها لهم، اللي صانت اللقمة اللي انت قسمتيها معاهم، سواء ناس احنا متصالحين او متخاصمين. والله العظيم انا اقوم بس انا الحمد لله والله انا راضيه، اقوم واشد كده عودي، والناس دي انا هعمل معاهم حاجات هم مش هيتخيلوها بجد. لاني انا يعني ما كنتش متخيله اني واقعه الاقي كل الحب ده وكل الجدعنه دي. فعلا فعلا تعرف معادن الناس، اعرفها وقت الشدة، لان ده معرض لاي حد، يعني مش انا بس، اي حد في الدنيا ممكن يقع فجأة، مفيش حد فينا ضامن عمره، محدش ضامن نفسه.
محدش ضامن حياته، مفيش حد ضامن ان هو يعيش النهارده او يعيش بكره او يجيله مرض فجأة او يجيله تعب فجأة. مفيش حد في الدنيا دي ضامن نفسه ابدا. طبعا بشكر كل الشيفات الجميله اصحاب المحتوى اللي زاروني واللي جابوا لي ورد واللي اتصلوا عليا واللي بعتوا لي رسائل، زمايلي في المجال، الناس المحترمه الجميله، مش عايزه اذكر اسامي عشان ما انساش حد. كل الناس القمر الجميله، الغريب القريب، الصحاب اللي مش صحاب، اللي متخاصمين مع بعض، اللي مش متخاصمين. يعني انا مش عارفه اقول لكم ايه، والله العظيم ربنا يديمكم نعمه في حياتي. ده حتى في يعني لقيت في بلوجرات مشاهير على السوشيال ميديا، انا يعني انا مش عارفاهم شخصيا، يعني احنا مش اصحاب. انا لقيت الناس دي جايين لي جري المستشفى، ولقيتهم بيتصلوا ليل ونهار ونهار وليل، مكالمات، والاقي التليفونات بترن 7 الصبح و10 الصبح. انت صحتك عامله ايه؟ انت ايه اللي ناقصك؟ انت محتاجه ايه؟ وبجد اكتر حاجه يعني بجد ضحكتني وبسطتني في نفس الوقت، ان انا قاعده كده الاقي التليفون الفلوس عماله تتحولي على انستا باي، اللي بيحول 20,000 واللي بيحول 10 واللي بيحول 20 تاني واللي حاول. يا جماعه والله انا معايا الحمد لله والله ومستوره، بس عارفين حركات جدعنه يعني تخليني اعيش عمري كله كده اخدم الناس دي بعيني وايدي ورجلي وصحتي، والله العظيم. بس الحمد لله اكيد الواحد برضو سايب رصيد حلو عند الناس دي، لولا ما هم يعملوا معايا كده. يعني اكيد والله العظيم الحمد لله. يعني هو مش غرور، بس الواحد يستاهل والله. الحمد لله الحمد لله. عشان كده دايما بقول اعمل حاجة حلوة، سيب بصمة حلوة للناس الأصيلة اللي بتحس ببصمتك الحلوة. سيب كلمة حلوة، سيب موقف حلو. الدنيا متفاتة، احنا لسان. انا قاعدة بتفرج على تلفزيوني وقاعدة والله في اوضتي وزي الفل على فكرة، وقبلها انا كنت باكل حمام. يعني انتوا عارفين انا بحب الحمام وحليت بشوكولاتة. يعني انا كنت باكل حمام وحليت بشوكولاتة وفاكهة وفروت سلطات فاكهة. كنت قاعدة زي القردة والله العظيم، مفيش اي حاجة. بس سبحان الله الانسان لسان زي ما بقول لكم. في حاجة بقى عايزة اقول عليها. انا الفيديو اللي انا نزلته على الصفحة التانية وانا لابسة لبس العمليات، وبقول لكم ادعوا لي، تحت لبس العمليات كنت لابسة لبس الخروج، فلقيت فيه واحدة او 2 كاتبين لي هو في حد يعمل عملية يبقى لابس لبس خروج تحت العمليات؟ حبيبة قلبي والله العظيم ده اللي حصل. طب انا اولا مش هطلع لك قدام الكاميرا بلبس العمليات شفافة، طبعا جسمي كله هيبان. ثانيا انا بالفعل دخلت اوضه العمليات وانا لابسه لبس العمليات فوق لبس الخروج. حتى انا استغربت زيك والله، وسالت الدكتور قلت له يا دكتور هو يعني ده عادي؟ قال لي منظار، فحاجه عاديه يعني مش عمليه كبيره قوي يعني ان انا اقلع وكده. فمش في كل الحالات بنلبس اللبس على اللحم، يعني مش في كل الحالات انت بتلبسي اللبس على جسمك. في حالات بتستدعي ان انت تبقي لابسه لبس الخروج عادي وتلبسي لبس العمليات، واكيد في ناس عارفه ده وحصل لها الموضوع ده. بس طبعا انا بشكر من خلال اللايف دكتور حسام عامر ان هو انقذني، ان هو وقف جنبي، ان هو جالي المستشفى مخصوص. استنوني في عمليه تانية ان شاء الله. ان شاء الله في عمليه تانية اللي هي المرارة بقى. المرارة امتى بقى دي لسه مش عارفين، الله اعلم. تحاليل والاشاعات يطلعوا بكرة وهبعتهم للدكتور على الواتساب، وهيحدد بقى عملية المرارة نفسها هتتشال امتى. بس انا عايزة اقول لكم نصيحة، اشربوا مية كتير، لان ده حصل لي من قلة شرب المية. حصل لي ان انا وزني نزل مرة واحدة. لما نزل وزني مرة واحدة المفروض ان انا كنت اشرب بقى مية واهتم بقى، ما عملتش الكلام ده، فده تسبب في حصوة.
حاجة كمان، لما تحسي بألم في اي وقت، اوعي تهملي في نفسك وتطنشي، لان انا عملت ده واهملت في نفسي الفترة اللي فاتت. للأسف كانت أسوأ فترة في حياتي الفترة اللي فاتت، لاني اهملت في نفسي وما بصيتش لنفسي. المهم، فالمفروض ان الواحد يهتم بنفسه اولا، نفسه ثم نفسه ثم نفسه، ما يشوفش حد. شوفي نفسك، اكشفي. لو حسيتي باي الم في اي وقت لازم تشوفي نفسك، ما تشوفيش حد غير نفسك، ما تبديش حد عن نفسك. صحتك نفسك اولا، لان لما تقع مش هقولك مفيش حد هيسندك، لا، انا لما وقعت ناس كتير سندتني عشان ما بقاش نكرة جميل، وناس كتير وقفت جنبي، والبيت عندي كان مليان ولحد دلوقتي، وفي ناس جايه وبتيجي وداخله خارجه وورد بقى. انا جالي ورد كتير قوي، عايزه اوريكم الورد. هاتي يا ايه، عايزه. بصوا انا جالي ورد كتير قوي، بس في بوكيه ورد جالي بجد، يعني البوكيه ده بالدنيا كلها، بجد بالدنيا كلها، اعز بوكيه ورد جالي على قلبي في حياتي بجد. يعني انا عايزه احضن بوكيه الورد ده والله العظيم. فانا عايزه اقول لكم احلى حاجه ان انا لما تعبت كويس عشان يجي لي ورد، عشان كان نفسي في ورد. فانا عايزه اقول لكم بجد بجد، ده احلى بوكيه ورد جالي في حياتي من واحده عزيزه على قلبي قوي قوي قوي، او هي عارفه نفسها وهتشوف اللايف. البوكيه ده من حد عزيزه عليا، انا مش عايزه اتكلم عنها كتير عشان انا بخاف اتحسد من ناحيه الصحاب، عشان انا كل ما اطلع اتكلم عن حد من صحابي نفترق. المهم ان البوكيه ده جايلي من حد اغلى من نفسي عليا، اغلى من نفسي عليا بجد. ربنا يديمك نعمه في حياتي، انت نعمه، انت نعمه كبيره قوي 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 قوي، وانت عارفه نفسك، واكيد حاضره اللايف ومش عارفه ارد لك اللي بتعمليه معايا ازاي. انا مش عارفه بجد، انا مش عارفه ارد لك اللي انت بتعمليه معايا ازاي. وقفتك جنبي، جدعنتك، حاجات كتير قوي، يعني هقول لك ايه، بس مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يخليكي ليا بجد. اعز بوكيه ورد جالي من اغلى انسانه في الدنيا. انا جالي ورد كتير قوي، كل اللي جابوا لي ورد حبايب قلبي وناس غاليه قوي، بس ده خاص بقى، ده خاص بحبيبه قلبي ونور عيني وحياتي كلها. مش هقول الاسم عشان ما نتحسدش، عشان دي بالذات ما ينفعش اخسرها، اخسر الدنيا كلها، بس ده لا ابدا. اخسر اي حد فرقش معايا، بس اللي جابت لي الورد ده ما عنديش استعداد اخسرها، عشان دي نعمه كبيره في حياتي والله. لازم تقولي مين دي، حاجه حلوه. ما هو انا بصوا، انا من كتر ما هي عزيزه قوي مش عايزه اقول مين، بس هي عارفه نفسها. هي عارفه نفسها، خايفه نتحسد، عشان انا يعني فقريه. كل ما اطلع اتكلم عن حد من صحابي ما بتبقاش العلاقه زي الاول. فلا خلينا نحافظ على الحاجه الحلوه اللي في حياتنا، لان الحاجه الحلوه اللي في حياتنا ما ينفعش نتكلم عنها كتير. بس وطبعا انا مش عايزه بقى اطول عليكم، وعشان انا برضو ارتاح بقى، وان شاء الله اللي جاي احسن. وما تقلقوش يا ولاد، تقلقوش، عمر الشقي باقي، ان شاء الله اعدي منها على خير، ان شاء الله ابقى زي الفل، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اقوم، عشان في عيون عايزه تفرح لأمتي ولازم افرحها. فان شاء الله محنه وتعدي على خير. ما تهملوش في صحتكم، خلوا بالكم من صحتكم، اشربوا ميه كتير، اشربوا ميه
على قد ما تقدروا. اقسم بالله قله شرب الميه دي كارثه، كارثه ما بعدها كارثه. وما تبديش حد عن صحتك، ما تبديش حد عن نفسك. لما تكوني في شده عدي الناس اللي حواليكي عشان تعرفي لما تقومي توجبي صح مع الناس دي وتقفي معاهم واقفه صح. ف عايزين تعرفوا مين صاحبة بوكيه الورد ده؟ هي اختي. هي مش صاحبة، هي اختي وبنت خالتي وبنت عمي وبنت عمتي وقريبتي وحبيبتي ونور عيني وكل حاجة ليا في الدنيا. سارة، سارة حبيبة قلبي، سارة حبيبة قلبي ونور عيني اللي ربنا يديمها نعمة في حياتي. بشكر دكتور حسام عامر على وقفته معايا، وان شاء الله بقى لينا لقاء اخر في عملية اخرى. امتى بقى الله اعلم، مش عارف. ادعوا لي كده التحاليل والاشاعات تطلع بكره على خير ان شاء الله كده واطمن. نحدد العملية بقى ونشيل بقى المرارة، نشيل المرارة اللي اتفقعت. المرارة اتفقعت فنشيل المرارة بقى. احنا شلنا الحصاوي، نرجع بقى ايه نشيل المرارة. انت جميلة واصيلة والله، ربنا يحفظك يا حبيبة قلبي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب ويخليكم ليا. انا هقفل بقى عشان نلتقي بلايف اخر دلوقتي. برضو هروح اطلع لايف تاني على صفحتي التانية عشان متابعين هناك مستنيين اللايف ده برضو زيكم. فانا ايه باخدكم كده واحدة واحدة عشان في ناس متابعة هنا مش متابعة هناك، وفي ناس متابعة هناك مش متابعة هنا. انا حد ما بحبش استسلم للمرض، ما بحبش الرقدة. انا في عز شدتي ممكن اقوم ابني الدنيا واهدها، فانا مش بحب الرقدة، ما بحبش استسلم للمرض، ما بحبش استسلم للتعب. في ناس من صحابي فضلوا يقولوا لي لا ما تطلعيش لايف هتاخدي عين، واحدة عاملة عملية وراح هتطلع لايف، اقعدي بقى وتهدي بقى. قلت لهم لا، هطلع وهسيبها على الله، والدنيا حلوة واحنا احسن من غيرنا. وما دام قادرين نتكلم نقول الحمد لله، قادرين نتنفس نقول الحمد لله، نحمد الله على كل حال. سامحوني لو رغيت كتير، بس انتوا كنتوا وحشيني قوي قوي قوي، فكان لازم اطلع بقى ارغي عشان انتوا عارفين بقى ايه. انا مش عايزه استسلم، مش حابه ان انا استسلم. وبعدين عايزه اقضي نيو يير بقى، انا عايزه اجيب الشجره وعايزه كده اعمل اجواء حلوه كده. عايزه والله كنت لسه بقى بحضر، يعني انا عايزه اقول لكم ان انا جايبه الترنج بتاع النيو يير والله جايباه والشجره وجايبه الحاجات. والمفروض ان انا اصلا هعمل ديكور بقى، يعني كنت هعمل بقى ديكور عشان ادخل السنه الجديده كده وانا مبسوطه وفرحانه ومحضره كمان للخروجه. يعني متفقه بقى مع ناس صحابي ان احنا اليوم ده هنسهر بقى وهيبقى يوم جميل قوي، ومحضره والله كل حاجه. بس يلا بقى فجاه حصل، بس برضو هحضر برضو، يعني ابدا مش هستسلم. هقضي نيو يير وهعيد على السنه الجديده ان شاء الله، وهخش بيها وانا متفائله. عملت عمليه ما عملتش عمليه، تعبانه مش تعبانه، هعيش حياتي ان شاء الله بكل الحلو اللي فيها. اي حاجه وحشه انا رميتها من ورا ظهري، وانا بنت النهارده مش بنت امبارح، واللي جاي احسن. هقفل معاكم هنا، ويلا تعالوا معايا بقى لايف هناك. يلا لايف هناك على صفحه هيام محمود. اخد استراحه اشرب حبه عصير وهطلع.